سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا. يبقى معنى كده كل انت ما ترتقي أصلا في معرفتك بإلهك، انت عبوديتك بتظهر، لأن انت بتقر بعظمته وبتقر بدنوك. فكل انت ما تدنو وتقترب إلى الأرض فانت اعترفت بإلهيته، ده ما فيش فيه اعتراض. تمام. هو هم ما تهوش في دي. بس في سبب ماهيتك في الدنيا، انت انت مخلوق بتعمل ليه؟ ايه؟ انت انت بتعمل ايه؟ اتخلقت في ماهية. وهو برضو الفكر اصله هو يعني ايه، ماشي مع الفكر الالهي، قصدي الفكر البشري. الفكر البشري هو بيطرح مشكله، او المشكلات اللي هو بيشوفها، زي الاسطوره بتاعت سيزيف، اللي هو بيشيل الحجر على ظهره ويطلع على جبل وبعد كده الحجر مع انه كان يتدحرج. عقاب، بس اتعود عليه في الاخر اللي هو. مش المقصود ده. هو احنا حتى لو سيزيف ده ما تعاقبش، طب ما احنا حياتنا كده. هاتي واحد عنده 90 سنة اللي هم بيجيبوهم عشان يشوفوهم سبب طول العمر ازاي، اللي هو بيعملوا معاه لقاء ايوه. صحفي وبعد كده يتكلموا معاه على انه عالم في الصحة. انت كنت انت بتاكل مع ايه؟ المعمرين، كنت انت بتاكل كنت ايه؟ بتاكل ايه، بتشرب ايه، طب كنت بتمارس رياضة دينا ولا لا؟ نصايح بقى عشان نبقى ما هو معمرين. عشان هو عنده ابتلاء طول العمر، ما هو خلي ما هو انت طولت في الدنيا. طب الدنيا ايه التحقيق اللي انت هتعمله طالما النهاية حتمية؟ طالما انت هتموت في الاخر، ما هي دي الفكره. ما هو ده اللي توههم، يعني اللي خلى سارتر وكامو والوجوديين يتوهوا في الحته دي ويدوروا. طب الانسان اتوجد الاول عشان يثبت ماهيته. يعني لما تيجي حضرتك عرفتيني، ده تعريف عائلي طبعا، الاستاذ الدكتور البروفيسور العالم، دورك في الدنيا. ده تايتل حلو قوي. بس حضرتك انت اللي منحتني التايتل ده تمام. بناء على شهادات عندي، سيرتيفيكتس، صح؟ فانا بقيت حضرتك انا مؤهل بالكريدنشلز بتاعتي دي ان حضرتك تقولي لي الكلام ده. التايتل طب بتاعك في خلاص، انا الدنيا. ده دوري اللي انا هلعبه في الدنيا. بس صحيح. بعد شويه انا ميت. كويس. طب انا بعد ما مت التايتلز دي مش هاخدها معايا اصلا. هو بقى ده السؤال، هما كانوا بيسالوا كده، يعني بعد الحياه في ايه؟ باعتبار ان دي حياه، ايه الجين النهائي يعني؟ طب وده انت الاسلام جاوب عليه برضه. هتسيب اثار في الارض، يعني زلط وطوب وتماثيل، ولا جداريات، ولا هتسيب علم؟ يعني اثارك في الارض ايه؟ ما انت هتنتهي. كويس كويس. وعمرك في الارض محدود. كويس كويس. لكل امة اجل. وبعدين ربنا وصف تطور الانسان وقال لك وفي الاخر انت هتموت، صح؟ يعني تطور الانسان في كل الاحوال انت هتموت. بس بعد ما تموت هيحصل ايه يعني؟ يعني حتى عم جه على النبي صلى الله عليه وسلم قال افان مات او قتل. يعني النهايه حتميه يا جماعه لكل واحد فينا. انت يا هتموت، اللي هو الموتة اللي هي بنسميها الموتة الطبيعية. وجي ربنا هو وصفها برضو، قال لك انت بتقعد 9 شهور وبعد كده هتتولد وبعد كده هتبقى اشدك وبعد كده هترد تبقى شيوخا، وبعدين منهم من يقضي عمره قبل ذلك. يعني مش لازم تقضي دورة حياتك كاملة لحد ال90 وتموت مثلا. لا طبعا. ممكن تموت شاب صغير، وده اللي احنا بنشوفه النهارده، الموت موت الفجأة. الفجأة. فانت يا حبيبي لازم تعرف ان الحياه، الست اللي بتيجي تطلب من جوزها تقول له انا عايزه، مش عايزه منك فلوس، انا عايزه منك الامان. طيب ماشي، موافق، برضو قضيه مطروحه طرح جيد. اذا كان هو مش قادر يوفر لنفسه الامان، يعني الامان من ايه؟ من غدر الزمان؟ الامان من الموت الفجأة؟ وانا لو مش مستني الموت ابقى انا في حاجه عندي ناقصه. فانا عشان هي تقولي وفر لي الامان، لا، هي الحياه بين كده وكده، لحظه ولحظه. لو القيامه مش هستناها الجمعه الجايه يبقى انا عندي في في حاجة الايمان غلط. حاجه ناقصه. ما هو صاحب الجنه مثال، يعني الراجل اما جه قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا. الايه دي كان فيها حاجه مهمه جدا. الراجل ده كفر بمجرد قال لا صاحبه وكفرت بالذي خلقه. مع انه ما يعملش حاجة أكفرت يعني. بالذي خلقك. هو في اللقطة دي هو قال أنا أكثر من مالا كمالا وأعز وولد. نفرا. أعز نفر. فبالتالي هو احتسب اللي جاله في الدنيا ده على إنه ثواب من الإله، فاعتز بنفسه مكانة في الدنيا
وافتخر بده على صاحبه، وفي نفس الوقت هو افتكر ان مكانه ده دنيا واخره. لانه اما رجع هو حط 3 احتمالات. اما رجع الجنه هو كان له ثمر، وبعد كده قال الكلمتين دول يوم الحصاد، يوم ما شاف الثمر يانع فاتبسط، فقال ما اظن، دخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. هو القصه هو 3 كلمات قالهم ب3 معتقدات في دماغه. هو من كتر ما الشجر وارف والثمر كتير ظن انها مش هتبيد، استحاله. 10 شجرات 100 شجره يعني اتحرقوا، ربع الكميه باظت، انا عندي كتير. فده ظن الخلود. صحيح. وما اظن الساعه قائمه، هو ما رفضش الساعه قائمه، ما كفرش بيها، بس مش دلوقتي يعني. مش دلوقتي يعني الساعه لسه بدري، يعني ما يعني انا هقضي ال70 80 بتوعي مبسوط، فالقيامه مش دلوقتي. هو حتى عمر وانا لسه ما جبتوش. اوانها ما انش. تمام. اوانها ما انش، يعني زي ما احنا قاعدين مطمنين، اصل لسه المسيح ما ظهرش. صح صحيح. لسه مش عارف المهدي ما طلعش، فاهم؟ فانت او لسه الشمس قدامها مليار سنه ضوئيه، فعشان تنكمش وتنبسط وتبقى قزم اصفر وقزم مش عارف ايه، فانت مطمن. فهو قال حاجتين، اول حاجه دي مش هتبيد استحاله، ده كميه كبيره. 2 الساعه مش دلوقتي. 3 حاجه ولئن رددته، يعني ولو مت. ادي ال3 احتمالات الراجل هو حطهم، وده احتمال اي حد غافل عندنا. يعني هو لو انت اي حد سالناه هتموت، هروح للي احسن مني ومنك، ما انا عارف ان انت هتروح للي احسن. بس انت مش فاهم ان قيامتك قامت بمجرد موتك. انت مش عارف هتشوف ايه بقى اما تخرج من هنا. لتركبن طبقا عن طبق او لتركبن طبقا عن طبق. ستصعد روحك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انت في السماء في حاجتين، رزقك وما توعد. ان وعد الله لواقع، انما توعدون لواقع، انما توعدون لصادق، وان الدين لواقع. في سورة المرسلات وسورة. تمام. معنى كده ان انت الدين ده مش معتقد، لا ده الدين ده واقع. واقع يعني حاصل. يبقى الدين مش معتقد انت مسلم ولا مسيحي، لا. الدين اعمق من كده. الدين اللي هيقع يعني هيحصل وقوعه، معنى كده ان هو حدث. يوم الدين حدث. الدين حدث. فالدين اسمه دين عشان هو حدث. توفيق حسابات. حدث حصل ونتج عنه الدين، عشان كده العلاقه اسمها دين. ما هو احنا وصلنا، انت دلوقتي عبد واله، ماشي موافق، بس لا، في حاجه جنب عبوديتك انت عليك توفيتها. عليك توفيتها. فاتخلق الدين وانت اتوجدت عشان تعرف ان عليك دين، والا ما كانش يبقى فيه ابتلاءات. لان انت ما بتعبدش تحت ظروف عاديه، انت بتعبد تحت ظروف تعتبر قهريه او شبه قهريه. انا عايز منك 5 صلوات، ال5 اوقات في عز ما انت شغال. انا هديك فرصه 2 ساعتين بس الصبح بعد الشروق. ما بعد ذلك انت بتاعي دائم العطله. دائم العطله بيندهلك 5 مرات، وتخيل بيسيب لك بالليل. يعني بيسيب لك بالليل بس عشان تتنافس انت على مرتبه. انت مش جاي بقى اللي انت كنت عايزه تسالي، جاي تجمع حسنات. انت جاي تعتق رقبتك من النار. انت عليك حكم سابق. الدين اللي انت جاي توفيه في الدنيا عشان تلحق اخره. ما هو انت دلوقتي في حكم مسبق. عقل حضرتك ربنا ما بيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللي قالوا الكلمه دي مين بقى؟ اللي بيتفكروا في ايات الليل والنهار. صحيح. صح، مش بدايه الايه ان جعلنا في اختلاف الليل والنهار ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات لاولي الالباب.
ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. حضرتك شايف كل يوم لو احنا ضربنا فرض النهارده مثلا، احنا في فبراير 2026، لو ضربنا مثال النهارده هناخد رقم كم وفيات العالم؟ 10 مليون مثلا. واتولد كم واحد؟ 9. انت عمال تشوف ارواح بتنزل وارواح بتطلع. طيب الناس دي بتتكرر القصة دي كل يوم بدون أوبئة، يعني بدون حاجة، يعني مشاكل عادية، يعني ماتوا في مستشفيات عادية، ماتوا كده، مش لازم ماتوا في بمرض، موت حروب، فجأة، ماتوا يعني ماتوا أرواح أزهقت يعني، خلاص عمره انتهى. فدول ايه يعني؟ ايه الفلسفه؟ كل يوم الناس بتموت وبتعيش واحنا بنكمل يعني. ما الفكره ان انت اللي مات ده قطعت اخباره، يعني لا عارف يقول لك انا فين، ولا يطمنك عليه، ولا يبعت لك جواب، ده حتى لو زارك في الحلم انت بتبقى قاعد مستغرب وخايف على نفسك لا تموت، يعني انت اللقطه وانت بتروح تودعه، فانت بتقعد شويه انت قاعد حزين وبتدعي بقى وجافي جنبات القبر، وتدعي له ابدله سكنا غيرا من سكنه واهلا، وحضرتك برضو لسه مش عارف هو قابل ايه. قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. مش ده اللي انت عايز تعرفه؟ مش ده العيشه اللي انت عايشها؟ قام قايل كلا لما يقضي ما امره، يعني في حاجه هيوفيها. كلمه كلا يبقى نفت ما سبق كليا او جزئيا، وقامت جايه بالتعقيب كلا لما يقضي ما امره. لما يقضي ما امره يعني ايه؟ يعني هو ما قضاش كل الامر اللي عليه وهيقضيه. لما تفيد ان هو جازمه، هو ما عملش، لكن بتفيد ان هيحصل، لانه خلاص هو بعد الموت هيقضي، مش هيتم النشور قبل تقضيه شيء معين. الشيء ده حضرتك انت بتوفيه بقى في الدنيا، المفروض الدين بتاعك ان انت لازم بقى تستحمل ابتلاءات، فقد عزيز وفقد وظيفه وضيق ذات يد وضيق مال ونبذ من الاصدقاء ونبذ من الاحباب وازدجار احيانا وتوهه. ما هي دي خطابات الاله ليك. امال انت جاي تعيش الدنيا وتمشي مترف يعني من غير مشاكل؟ لا. اذا كان سيدنا صالح اما راح لقوم ثمود صلى الله عليه وسلم، كان اول كلامه ليهم ايه؟ اتتركون فيما ها هنا امنين في نخل وزروع في جنات وعيون وزروع، وبعدين ونخل وطلعوها هضيم. يا جماعه انتوا فاكرين ايه؟ وتنحتون في الجبال بيوتا. انت الطرف مجرد ان انت تفكر ان تقعد تبني في الجبل يبقى انت استقريت في الدنيا، انت مستقر، رضيت بالدنيا. انت طالما رضيت بالدنيا يبقى يبقى نفسك استقرت لها. وهو ده كلام ابليس، لأزينن لهم في الارض الجرداء اللي هي شويه زلط على طوب غرسها تراب وحاوت اجساد قبلينا. انت بقى هو حبتها. ما هو بتيجي الايه حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. هو أول ما يحس إن الأرض بقت بيته يبقى أنت كده ما فهمتش أنت جاي ليه. ما هو دي الفكرة كلها. أنت لو افتكرت إن أنت جاي تعيش ترسف مكنة، أنت جاي إيه؟ أنا موظف في مصلحة مش عارف إيه، أنا عضو في مؤسسة إيه، أنا أستاذ في جامعة كذا، انا البروفيسور اللي اخترعت البتاع. ماشي، مات الراجل ده، احنا بنخلد ذكراه، ده مصيبه سوداء. تخليد الاعمال الفنيه حضرتك انت معيشني في الماضي. انا لحد النهارده بحب نجيب الريحاني، هو عايش في وسطينا لكن هو الله يرحمه مش عارفين بيعمل ايه دلوقتي. انت فاهم قصدي؟ يعني انت طول ما انت معيشني في الماضي انت معيشني في حاجه فيرتشوال. يعني لو بيتهموا الفيسبوك ان هو فيرتشوال، لا
انت معيشني في فيرتشوال من الاول. انا لحد النهارده بشوف الناس اللي ماتت عادي، رأفت الهجان ورأفت الهجان هو. احنا عايزين، لا احنا عايزين نفكر الانسان بوضعه الحالي. فعشان كده ربنا قال لك ايه؟ انا بقى هنزل لك ذكر. ده بقى ضد ده بقى الذكر اللي هو بيقابله قدامه الفكر البشري. انا بقى هقول لك ذكر الهي. ده السرد الالهي بقى. هحكي لك قصتك انت. انت اللي بتقرا. انت اللي بتقرا الكتاب ده. ما هوش الكتاب ده سرد الهي، كلام الله. حلو قوي. والببلشر كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. فالكتاب ده بيقول لك انا كلام الله. فكلام الله بيقول لك ده ذكر، والقران ذي الذكر. يبقى الذكر جوه القران ده. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الذكر مش القران، الذكر جوه القران. والذكر ده اللي هم سخروا منه. ليه الذكر ده؟ والذكر ده اللي هو المحدث، مستمر لحد دلوقتي. محدث يعني مستمر، معاصر، مكمل. الذكر محدث يعني محدث، واتقالت مرتين، ذكر من ربهم محدث. محدث مش يعني معاصر، لا، محدث يعني ستيل رانينج، شغال. يعني انا بحكي لك حكايتك. بص، انا الرب بيقول لك، ما هو الذكر من الرب الاعلى بقى، ما هو الذكر ده من الاعلى للادنى، غير الفكر احنا وانت نقول افكار. تقول انا شايف ان انا ماركسي، انا وجودي، انا دارويني، انا بتنجاني. تمام. انت بشري، فتقول رايي. انا راس مالي مثلا، انا براجماتي، انا ملحد، انا بيقول لك انا لا ديني، ايثيست، ما قالوش، ما فهمش. ده الفكر. ده فكري. ده فكري. انا فكري عن الكون انفجار عظيم. رايك فكري انا فكري ده فكري استنتاجي اللي انا شايفه. الكون بيتباعد، فده انفجار. خلاص. يعني عادي، مع ان ربنا بيقول لك، ما انا بره هو بيقول لك انا خلق السماء بنيناها بايد وانا لموسعون. بس مش مهم، انت قلت انفجار، فده رايك برضه. الرب ليه راي بقى. فبيقول لك انا ما اشهدتهم خلق السماوات ولا الارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. خلاص، انت ما شافوش، فانت بتحكي. قالوا الملائكه بنات، بتحكي. انت كده كافر، انت اعرضت عن الذكر. ما هو ربنا قال عليهم كده، قال الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال الذين لا يؤمنون بالآخرة اللهم صل على سيدنا محمد. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكري ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. كلام واضح. أنا بقول ذكري، هم قالوا كلامهم، فدول كفار، قالوا عليهم جنس. من أنهي كلام جبتوا الكلام ده؟ أعرضتوا عن إيه بقى؟ عن ذكري. عن الذكر. الذكر اللي أنا أقوله هو أنت اللي تسمعه. هو قال خلقت الأرض الأول وبعد كده السماء. ما تقوليش انفجار عظيم. صحيح. حدوتة ما تحكيهاش. لو أنا سمعتها منك خلاص أنا موافق على فكرك، لكن الذكر الإلهي ما قالش كده. فالذكر بيقول لك أنا خلقتك أنت والجن تعبده وخلاص، موافق. طب ابتلاءات ليه؟ لا، عشان عليك حاجات توفيها. طب ليه؟ عشان انت من عند ما اتخلقت اخطأت، فانت عليك دين، فالدين توفيته في الارض، والدين ده حكم مسبق من قبل نزولك الى الارض بالنار المؤبدة. بس دي الفرصة اللي ربنا اداها لك تعتق فيها رقبتك. الحمد لله رب العالمين. عرفت ليه؟ عشان الفرصة دي، عشان تعتق رقبتك من النار. يبقى انت نازل الارض
بحكم سابق. هو ربنا قال ايه؟ وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الحدوته خلصان، كلنا هنخش النار. ليه؟ عشان انت مخلوق عليها، انت نفدت منها مؤقتا، فانت نزلت الارض. هي دي التوبه اللي انت ربنا معاهد جابها ربنا لنا. ان هتنزل هنا تعبد. واذ اخذ ربك من ظهور بني ادم من ظهورهم ذريتهم. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه إنا كنا عن هذا غافلين. بس احنا شهدنا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. حضرتك وسيدنا آدم زي الديك بتاع الكوتشينة كده، احنا حاجة واحدة، مخلوقين من نفس واحدة أصلا. فسيدنا آدم اتخلق الأول، وبعدين ربنا خلق منه من نفس النفس زوجها، فمستقر ومستودع. وربنا يقول لك وما بعثكم الا كنفس واحده. يعني سيدنا ادم واحنا وسيدنا احنا وادم واحد، مش نبي منفصل وربنا تبع ليه. احنا اتخلقنا وتصورنا وكلنا احنا موجودين بملفاتنا بدوسيهاتنا في ادم، فاتسجد لنا مع سيدنا ادم وشهدنا الميثاق، اتسجد لنا. ايوه كلام واضح. تمام. اتسجد لنا مع ادم، واحنا اخطأنا مع ادم وزوجه. ما احنا اما ادم بقى زوج ادم وزوجه، احنا معاه برضه بقينا بويضات وحيوانات منويه ذراري. بس احنا اصلا اتخلقنا مع ادم اصلا، احنا مش هو زوجه ومتخلق منه. تمام. نيجاتيف بتاعه بس وخلاص، اتشدينا كده. فبقت هنا زراري في ظهور وزراري في ارحام وخلاص. فالقصه خلصت دي، بس هي نفس واحده اصلا. ماشي. خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها، فخلصنا. انت اتوجدت مع سيدنا ادم. سيدنا ادم بعد ما الملائكه سجدت له، ابليس رفض السجود واتقالت كتير، لكن في سوره الاعراف بعد ما رفض السجود توعد ادم بالغوايه. فكان رد رب العزه قال له ايه؟ قال له ولمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم. مش منهم، منكم انت وذريتك واللي هيآمن منهم. وربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم من الجن والإنس. قال بقى ايه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولا هم آذان لا يسمعون بها. فهم دول هو خلاص هو مذروقين في خلقتهم كده في الجن والانس. فدول انت ما تبكيش عليهم، ده انت بتستعيذ في سوره الفاتحه منهم ان انت تبقى معاهم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني الصراط الحق. ما تخليش دماغك تشط بقى. انت طلبت مني طلبات قبل ما انزل، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الكلام ده نداءات اتقالت ليك 4-5 نداءات قبل ما تنزل الارض. طول ما انت بره الارض كان اسمك بني ادم، نزلت الارض بقيت انسان لانك نسيت بقى وابليس اما اتطرد بقى اسمه شيطان. خلاص بقى انسان قدام شيطان. وربنا شأنه ساعة خلق السماوات والارض الرحمن كتب على نفسه الرحمه. انت دلوقتي تحت رعايه المعركه دايره كده، وربنا حذرك منها. قال لك 4-5 يا بني ادم انزل عليكم ريشا ولباسا ولباس التقوى خير. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اغوى ابويكم. يا بني ادم خذوا زينتكم. وقال بقى مره في سوره ياسين يا بني ادم الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم. تاني مره ما تفتكر بقى، انت بتنسى بس. انت مجرد ما بقيت جنين نسيت. لكن احنا كلنا انفس، ما فيش قرابات يوم القيامه. القرابات دي اتخلقت في الدنيا عشان يبقى في شويه تواد وتراحم وتنافس
وتظاهر. كل دي فتن، الأرحام فتنة، أزواجك، طبعا أولاد. دور بينتهي. عشان كده سيدنا نوح اما جه ينده ابنه ربنا قال له ليس من هذا عمل اهلك، غير ليس من اهلك. ما هو ما استنجد بربنا قال له ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. صحيح. وربنا ابتلاه في ابنه. يعني نوح بعد 1000 سنة عليه السلام من الدعوة في قلبه والصبر. 1000 سنة من الابتلاء، 1000 سنة من السخرية، 1000 سنة من الازدجار والنبذ، 1000 سنة من الاتهام بالجنون. حتى مراته خذلته وخانته في رسالته. غريبة قوي. واستحمل ده كله. بس جه عند ابنه بس فتن فيه. مش جه. استني. مش جه قدر له. صحيح. مش جه. مفيش حد بيجي. مفيش حاجة اسمها صدفة. ده هو ربنا لما جه وصفها في سورة هود قال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. يعني ربنا بيوصف لك اللي هي السفينه اللي الجبل فوقيها كالجبال، هي عامله زي الغواصه بقى مقفوله من كل حته لانها تغرق. يعني مش تايتانيك، لا متقفله بقى وجو كده يعني. فما وبعدين في اراء بتقول لا ده ممكن يكون كمان شغاله بزيت او بمحرك او بتاع عشان تقدر تصمد كده. الله اعلم. دي آراء بشرية يعني. آراء بس خلاص هم قالوا الفلك يعني عشان مشحون يعني. يعني كلمة المشحون يعني. فاهمة يعني رأيي ما عندناش مشكلة. أنا عندي فكرة في حاجة واحدة دلوقتي. المشهد هوليوودي بامتياز. نوح في مركب والموج كالجبل، يعني في عز ما هو خايف على نفسه شاف ابنه وابنه مستخبي في معزل ويندهله. بس كان هنا بقى الاختبار الصعب. انت ندهت له من غير ما ترجع للاله، والاله قال لك لا تخاطبني في الظالمين. خلاص قال لك انت طلبت خلاص. قال لك ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. خلاص انا يأست او مش يأست، استيأست. انا شايف الاجيال اللي عماله تتواتر. الاجيال بتتواتر عليا وانا 1000 سنه في وسطهم وببني سفينه في الصحراء. ما هو طلب الهي. ما هو الطلب بصي الطلبه ما يخالف المنطق. العلم هو والمنطق ماشيين مع بعض كده. صحيح. كويس. اول ما المنطق يسيب العلم بقى علم ظني. يا اما علم الهي. ما هو انت دلوقتي المنطق مع الاله ما ينفعش. ابني سفينه في الصحراء وما قالوش على فكره ليه؟ الدراما بيطلع ايه احنا هنغرقهم. بس هو ما اخبروش. ما فيش اخبار. ما فيش يعني في الاخر بقى بعد ما خلصنا خلاص هنغرق. يعني بعد ما خلصنا السفينه بقى هو بيعمل السفينه في الصحراء والحته حواليه ما فيهاش حاجه اصلا خالص بقى. ومحدش يقول لك البحر بعيد. ما فيش بحر خالص في الحته اللي هو فيها. فنفذ وهو مش فاهم. نفذ بقى وسنين بينفذ. اصل السفينه دي قعد فيها سنين. يعني هو بيعمل سفينه في سنين هيزقها ازاي بعدين بقى؟ صحيح. يبقى معنى كده هو ممكن يكون منتظر مطر. صحيح. ممكن بس لكن بقى ينتظر ان الارض تتفجر عيون والمطر ينزل من فوق. ما فيش الكلام ده. ما فيش. وبعدين اداله علامه لسه واذا فار التنور. احنا عايزين نوصل لحد حته يعني حتى التنور اما يجي انت بقى لازم تستبشر وتبدا الحشد بقى والاركاب الجماعي اللي هيحصل. خلاص. بس دي اول مره الاله يوري البشر قدرته على الهلاك الجماعي. مفيش. ما وردش. عشان كده التحذير قعد 1000 سنة. نوح قعد 1000 سنة. 1000 سنة استحمل بقى ايه؟ سخافات فكرية كمان. اصل هو في الاول بيجادلوه بقى يعني. طب خلي اللي امنوا واسلموا معاك دول يطلعوا. دول اراذل القوم. انت ما تعرفش اصلا دول كانوا شغالين ايه. انت مش عارف دي كانت شغاله ايه وده شغال ايه انا ماليش دعوه. هو يقول لهم انا ما اقدرش اطرد حد امن بربنا وماليش دعوه هو جواه ايه او كان سبق له ايه. عليه التبليغ بس. الهدايه دي بتاعت ربنا.
فهو ربنا بقى قال له خلاص لن يؤمن معك الا من قد امن. في وسط ده كله بقى هو خلاص دعا، فربنا قال له انا هنفذ، بس ما تخاطبنيش في حد من الجاهلين بقى دول خالص. هو مش خاطب بقى، لا ده قال له اركب معنا. ف وما كانش أخذ الإذن وقال من له الإله. قال له سآوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم. فبعد ما الفلك استوت على الجودي وخلاص بقى غيض الماء والسماء أقلعت كده، خاطب ربنا بقى فيه يعفو عنه بقى. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال له ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني عما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ابتلاء كبير، بس أنت مش فاهمه كبني آدم. أنت دلوقتي هو ما حطها لك ودي منفصلة بتصوير المشهد كامل. أنت بتفقد ابنك قدامك، وكان من المغرقين، دي جابوها لك اللقطة، ما هو وحال بينهما الموت وكان من المغرقين، ده المشهد قدامه قلبه بيتقطع عليه. دي الأرحام اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، فتنة ففتن فيها ابنه. الأرحام فتنة أصيلة، وما فيش نبي لم وده اللي نجح في سيدنا إبراهيم، يبتلى في ابنه من عند سيدنا آدم. يعني آدم أول البشر اللي نزل الأرض، وأول آدم، ما احنا كلنا بني آدم، صحيح. فده الآدم، ده آدم الصورة الأولانية مننا، أول ورقة نزلت مننا. هو ما نزلش الأرض، نثرنا من ظهره كالذرات. عظيم لأن هو أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فحضرتك أنت كيان منفصل أصلا، نشأتك ذرتك الأصلية من آدم، من الأرض. من الأرض. ما أنت احنا كلنا من الأرض أصلا، مش هي كلها مخلوقين من طين من الأرض، منها مش من وهنرجع طين لها. أيوه ماشي، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تبعثون منها تخرجون. فأنت حضرتك مخلوق من ذرات، الذرات دي كلها مخلوقة، مش ذرات انت شوية تراب، وكلنا مخلوقين من نفس الطينة دي، من صلبه، من ذراته، من صلبه. انا عايز اقول الكلمة صح. ايه؟ انا من نفس القبضة، ادم اول صورة مننا، ومحمد سيدنا. خلصنا الكلام؟ تمام. احنا كلنا صور بقى، صور كوبس. فعشان كده الاسلام القرآن قال لك ضرب للناس من كل مثل. ليه؟ احنا انماط، فاحنا صور متشابهات. فاحنا يا جماعه نفس الابتلاء، فالقرآن حكاه لك، فده ذكرك. عرفت ذكر يعني ايه؟ تمام. يعني انا بحكي لك من عند ما كنت ذره في الارض مخلوق من طين، والشيطان رفض يسجد لك، او ابليس رفض يسجد لك، واتطرد بسبب عدم سجوده ليك، والملائكه سجدوا لك، وكان عليهم رأي ساعة ما ربنا قال لك هخلق خليفة، ما انت مستخلف. هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يسفك الدماء، عظيم، حلو كويس قوي. يبقى معنى كده ان انت كنت اصلا مخلوق ليك دور. تمام. وبعدين انت جيت عملت معصية، عصى، غوى. فآدم بعد ما غوى بأكله من ذاقها، لما ذاق ذاقوها بس كده، خلاص اتكشفت العورات، وبدأ أفكار تانية تيجي في دماغ آدم، وعرف إن غضب الرب حل عليه. فبدأت هنا، لا ده غايتك الأصلية مش هنا، غايتك الأصلية عبادة. بس العبادة بقى هتبقى هنا بعد حكم، والحكم النار. انت وبنيك اللي هم في ظهرك دول، اللي احنا خلقناهم وصورناهم اصلا، ده بعد المعصية ربنا حكم عليه بالنار. وشهدنا على انفسنا بقى، هنشهد اهو العهد ده، وده العهد صدقوا ما عاهدوا الله. احنا بنعاهد، احنا ما بتيجي تقولي ايه واني على عهدك ووعدك ما استطعت. انا عاهدت امتى؟ عاهدت، فانا باكد عهدي وانا انسان. انا عاهدت مره خلاص، ما هو ده الذكر. ده مش ده ذكر؟ انا خلقت ادم اهو،
وخلقت منه زوجه، وبعدين انت كنت معاهم ودخلتوا الجنه ومكلتوا من الشجره، وبعدين صدر حكم، الحكم ده بالنار المؤبده، صحيح. فتوسلتوا، فتاب الله عليه. فربنا قال ماشي خلاص، بس انتوا عليكم اصلا حكم، فانت هتنزل هديك فرصة تعتق رقبتك هديك من فرصه النار تعتق دي. رقبتك من النار دي. طب الفرصه دي ايه؟ مده هتقضيها، اجل. كلمه اجل دي محكمه، سجن اهو، ما انا هوديك سجن اهو، سجن اسمه ارض وفوقيك سما، لا انت هتخترق دي ولا تخترق دي، انت قاعد محبوس والاجل معين زيك زي اللي سبقك. حلو، هتعبد وتبتلى وتعيش محتاج اللي حواليك وتلجأ وتستنى. فتن حواليك. انت عايش او حسب الناس امال احنا ايه يقولوا بقى؟ آمنا مش وهم لا انت يفتنون. مش انت اتحصل عليك مشوار كبير وابليس اتطرد؟ ده كان ابليس كان كويس لحد انت ما ظهرت. صحيح. كويس. فيعني ربنا ومش أمره ه- ومش بالسجود ومش هتخوض في دي عشان انا يعني مش واضحه، هي بتكمل كافي، لكن ابليس كان قبل ده هو كان كويس، لكن فسق عن امر ربه. كان بيسمى بطاووس العابدين. هم بقى بيقولوا كده، لكن انا مش عارف بقى. بس كان عابد يعني، كان بيطيع اكيد ربنا. لان هو في كان الامر موكل، ده كان اللي موكل خالف بامر امر الهي الله. وكان بيوصل للملأ. ما هو طالما وصل للملأ يبقى كان ليه مركز، تمام. كان ليه منصب، بس هو مش من العالين بقى، يعني هو ليه منصب. لا، منصب كبير فوق الملائكة. بس هو وقع في الوقعة بتاعت الإنسان، حس في نفسه الكبر والغرور. وتميزه عن باقي المعبودات. يعني انت لما تقول انا ابيض وهو اسود، ما انت ابليس. صحيح. ده من طينة وانا من نار، انا هسجد له. ما هو انت ابليس برضه اهو، وانت ابليس التفكير. طالما قلت ده اسود وانا ابيض وده فقير وانا غني، ما هو انت دلوقتي نفس قصه صاحب الجنه. انت ما عندكش جنه، انت عندك 10 مليار بس في البنك او 10 مليون، فانت اطمنت للحساب وللارباح، وبتطلع زكاتك في ميعادها. ده بالعكس، ده ظن ان ربنا كمان راضي عنه عشان لا، اداله. وعشان بارك لي، بص بارك لي في ولادي ازاي. أيوة. عشان انا فلوسي حلال. ربنا بيديني عشان لا انا انت عارف طيب، الراجل عشان أنا الفقير بعبد. حتى ما يقول لابنه انت عارف ربنا يبارك لي فيك ليه؟ عشان انا فلوسي حلال، او ده كده كافر. صحيح. بس خلاص. ليه؟ انت ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. في كتاب، في سيناريو بالحدوته كلها من عند ادم لحد يوم القيامه، خلاص. ومش يوم القيامه بس، لحد يوم النشور اللي هو النفخه الثانيه اللي هنطلع من الارض زي النباتات كده، زي الزرع، زي النجيله. كل ده مكتوب في الكتاب ده. فانت بقى ايه؟ هو ربنا بيقول ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم. المصيبه دي اللي هي ايه؟ يعني حتى الخير مش هنتكلم عليه عشان انت هتفرح بيه اصلا، صح؟ هنتكلم على المصيبه. عربيتك اتخبطت، عربيتك ولعت، امك ماتت، مراتك ماتت، مش عارف مين مات، فقدنا عزيز، فقدنا شغل، فقدنا فلوس. في كتاب اصلا ان ذلك على الله يسير. وبيقول لك بقى دي ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يعني ما تاخدش الدنيا على محمل الجد، يعني سواء جالك فيها واخذها منك فيها. ما هي منتهيه. ما انا دلوقتي هموت. انا لو هموت بعد نص ساعه، هفكر في عيال؟ لا طبعا. هفكر في حساب في البنك؟ هقوم اعمل ايه؟ هعبد ربنا دلوقتي حالا. ده هجري، ههرول. قلت ايه؟ ههرول لله. هتهرول لله. ربنا بقى عشان كده النبي قال على الصلاه عماد الدين. الدين اللي هو لسه ما قلناش هو ايه، هو برضه اللي هو الدين الاصلي ده. بس الصلاه عماد الدين ليه؟ الصلاه بالذات عند المسلمين انت بتعمل حاجات غريبه، بتسيب نومك وتقوم تصلي الفجر، او تسيب راحتك لان الفجر ده في عز السكون. الظهر بتسيب اللي في ايدك في عز عملك وانت في عز شغلك، وبعدين بتروح تتوضى. لا مش بصلي، ده انت بتتوضى الاول. ما هو في امر اصلا من لبني ادم كلهم. هو ربنا لو انت تخيلتي فرضا ان احنا كل الارض على الاسلام
تمام. كما أراده الله للبشر. تمام. هو ربنا طبعا قال لو اتينا كل نفس هداها، لكن لو افترضنا افتراض ان البشر 8 مليار مسلمين، ماشي. وانت تخيلتيهم في مواعيد الصلاه المختلفه بمختلف التوقيت حسب ما هم واضعينها عالميا ومتفقين عليها زي جرينتش كده، ففي خطوط طول مصطفين بيصلوا بالمواعيد. تمام. فهتلاقي منظر البشر وانت بتبصي عليه يعني من فوق كده، اللي هو درون فيو يعني، معلقه مروحيه صغيره كده جايبه انا من فوق وتتفرجي من فوق، هيبقى شكلك عامل ازاي؟ عامله زي الورده اللي صحيح. بتفتح وبتقفل. منظر جميل قوي. حلو الكلام. يعني هتلاقي كده حاجات مرصوصه زي صوابع البيانو بتطلع وبتنزل معاكي في تناغم. وده منظر ربنا بيحبه. لحظه واحده، انت تخيل انت بقى صاحبه الكون ده والكون متنفذ بالشكل ده، فتبقى انت تباهي الملائكه بتاعتك بالعبادات دي، صح؟ صحيح. وتصبري عليهم وتديهم، صح؟ صحيح. لا، لقيتهم بقى دول في التوقيت ده بيقطعوا بعض وبيضربوا بعض، وفي التوقيت ده اللي هو مستني الشكل ده لعباده. هم في لهو، نسيهم. هم في غفله. صحيح. برافو عليك، هم في لهو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. حبيبي أنا حضرتك أنا بلعب يعني إيه؟ يعني بمارس دوري. أنا دكتور، أنا محامي، أنا موظف، أنا 8 ساعات مستعبد. أنا بشتغل حاجة معينة وما بحبهاش. بس ده الجيم بتاعك، التايتل بتاعك في الدنيا. في الجيم بتاعي هو ده اللعب ربنا بقى. خلق دكتور مهندس ايا كان. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث. يبقى احنا الجزء الاولاني ده التعريف كامل. تمام. لعب وله وزينة. هو لعب ولهو عشان خاطر بيقول لك ايه؟ اصل هو كان طفل فكان بيلعب. لا ولهو اما كبر. وبعدين زينة مش حضرتك هو قال لعب ولهو دي كذا مره، ماشي؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. وقال لك لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. احنا ما بنلعبش. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما فيش لعب. السماوات ذات الحبك المحكمه دي والارض المتسطحه والزروع اللي بتطلع وطبيعه اكلك اللي ما بتختلفش على مر العصور والامراض اللي بتتكاثر وبتتناوب من هنا لهنا لهنا لهنا. طبيعه التاريخ على مر العصور الماضيه شبه بعض. قوم ابادوا قوم وناس احتلوا ناس واراضي اختلفت من عند ده لده كالساحات ماشيه كده. الحروب الصليبيه من الشمال، المغول من اليمين، وبيكسحوا بيمشطوا المنطقه. اللي وقع الصباح من على البرج بتاعه بعد سنين اللي هم الحشاشين المغول، وهم في لفه من لفاتهم مشطوه شالوهم. خلاص. ما هو انت الاله بعد امثله طوفان نوح كانت كتير. الاله قال لك الاستراتيجيه اختلفت. انا بقى ليا قوم من عند ما نزل الكتاب، من عند الواح موسى. من بعد الواح موسى كان اول امر اقتلوا انفسكم. قبل كده عمر ما الاله قال اقتلوا. هو اللي بيتدخل بالعقاب. الاله كان دايما يهلك الاقوام. ايوه، يهلك القرى والاقوام دي قرى عشان توحدوا على نفس وبقت اسمها قرون. بقول لك اهلك قرون السابقين. دايما قرون وقرى. تمام. دايما الحته دي كده. فبيهلكهم ليه؟ اتفقوا على فكر واحد، فكر باين، فكر بشري، فكر كافر. صحيح. فكرنا بيقول احنا في ينابيع وازهار ونخل طلعوها هضيم وبتاع. ربنا بيحبنا. طب نعمل ايه بقى؟ احنا فاضيين. اعملوا في معابد، اعملوا شلالات صناعيه، اعملوا ابراج ناطحات سحاب.
ابنه خلدوا اثارنا. حضرتك انت، طب انت مؤقت مش مهم، انت زائل مش مهم، انا زائل، انا بعمل اللي جاي. حضرتك انت مالك انت في اللي جاي؟ ده بالعكس، لو جيت لي الحياة الدنيا هي أقصر مدة ساعتين، أنت هتوفي فيهم وتمشي. أتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مخاطبة للثورة الصناعية. انت باشا انت مش مخلد، انت بتعمل مصانع كتير ليه كده حضرتك؟ يعني انت حضرتك كإنسان، يعني انت بتصنع انت قاعد، يعني انت قاعد كتير انت. طب يقول لك احنا قاعدين، الإنسانية 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 حبيبي، ده في حد ذاته تعدي. إنسانية ايه؟ الإنسانية منتهية، شئت أم أبيت منتهية. صحيح. وإلا انت مآمن بالغيب ازاي والآخرة ازاي؟ اليوم الآخر ده معناها ان انت مجرد ما تموت إنا لله وإنا إليه راجعون. بدأت حياتك، قيامتك قامت. سيدنا أبو بكر قبل ما يتوفاه الله، قبل ما يقبض بكام يوم، هو ترك بستان للسيدة. لا زي وصية. فبيقول ايه؟ من أبي بكر في آخر عهده بالدنيا وبداية عهده بالآخرة. لو انت مش مؤمن ان الإله دلوقتي بيشوفك، يبقى انت ناقصك حاجة. لان انت عم تلاقي الصحابة يقول لك عثمان تخجل منه الملائكة من كتر الحوار، ما هو حقيقي. حقيقي يعني ايه؟ يعني بيخجل من اقل التصرفات. هو ما عنده يقين ان ربنا شايفه طبعا طبعا طبعا. فسيرى الله بيقولها قولا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خلي بالك انت شهادة الحق بتاعتك اما بتشهدها، انا مش مستني عليا شهود، انا مفيش شهود اصلا جاهزين للمشهد، انت بتتجرب بس. هتقول الحق ولا هتسكت؟ هتخاف على عيالك ولا هتخاف على وظيفتك ولا هتقول الحق؟ وهي دي الأمانة. الواد اتضرب، الواد اتشتم، الواد اتاخد حقه، ماليش دعوة. ما انت جربت، انت عايز تعيش آمن. طب ما دي مش الحياة النهائية. وانا هكمل اهو، ما دي مش النهائية. كلا بل تحبون العاجلة. ما هو كده، ما انت مجبول على ده. انا مفطور ان انا اخاف على حياتي. ففي كلمة بتتاخد دايما في السياق، ولا تلقوا بأيديكم الى ايه؟ تهلك. حلوة قوي. يعني يا باشا هو اي ضرر ليه تهلكة؟ هو ده النقطة بقى. يبقى انت جاي ما تتضرش خالص، انت جاي عايز تيجي هنا وتخرج ما تتجرحش، محدش ينال منك. طب ما انت كده يبقى من الناس اللي ممشيه امورها خالص، يعني اللي لا مديت ايد مساعده ولا شهاده حق. ما هو انت هيطبق عليك شويه مواصفات. الذين هم لاماناتهم وعهدهم ايه؟ راعون. والذين هم بشهاداتهم ايه؟ قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. حبيبي في مواصفات. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين في اموالهم حق معلوم. حضرتك في مواصفات انت بتطبقها من وجهة نظرك البشرية، بس شهادتك اللي انت قائم بيها دي، ما انت هتموت عليها. حضرتك انت مش عايز شهادة، ولا انت عايز شهادة بالحرب بس؟ لا، الشهادة هي قول الحق. ما الشهادة انت شهيد، يعني ايه شهيد؟ مش لازم انت مش مقتول حبيبي. ما هو الشهيد اللي اتقتل ده ارقى مراتب الشهيد، لان ده اللي هيشاهد بقى. هو شهد الحق في موقع حق، لأنه احتسبوا حق فقضى نحبه. قضى نحبه يعني قضى الرهان بتاعه، هو راهن ان هو بيحارب في الحق. ده قمة الكفر بالدنيا. كفر بالدنيا على الآخر، هو شال روحه على ايديه وقدمها. صح. كويس. وكفى عليه ببارقة السيوف فتنة. صحيح. السيوف بتترفع واصواتها وجلجلة حصنها، عشان كده اتحط الفرار يوم الزحف من الكبائر، عشان ما ينفعش تتحرك. انت بتدافع عن كلمة الإله دلوقتي. الإله من بعد ألواح موسى تغيرت الاستراتيجية في التعامل مع البشر. بقى بيذوقهم بأس بعض. يذوقهم بأس بعض. برافو عليكي. ودي قالها من عند سيدنا داود وطالع كمان. صحيح.
قال لهم خلاص بقى انتوا اعمل سابغات، اعمل دروع، عشان انتوا دلوقتي هتبقوا بتحاربوا بنفسكم، فانت هتدافع عن كلامي عشان تنشر الحق، فانت لازم تكون متحضر. فألنا له الحديد. ويجي سيدنا سليمان يعظم المفهوم، فكر سيدنا سليمان هو عظم المفهوم ده، مملكة وصاحبة سلطة وصاحبة قوة، وكمان بتفرض شروط زي ما بعت لسبأ. صحيح. ها ائتوني مسلمين، يا عم احنا في ايه؟ احنا في امانة الله بنعبد الشمس؟ لا، مفيش قرية في المنطقة تجتمع على كفر وهسيبها. يبقى ده يديكي ايحاء بحاجة، سليمان فوق عند بيت المقدس وهي في اليمن، يبقى عدى شبه الجزيرة كلها ما فيهاش قرى كافرة. القرى دي كلها معظمها مسلمة، او المدن دي معظمها مسلمة. المنطقة دي كلها الهدهد طاير من عند فلسطين لتحت لبيت المقدس فوق جنب البحر المتوسط لحد اليمن تحت سبق، ومر في النص على ما هو مش هو رجع، مش هو رجع قال له لقيتها تحت. ايوه، يبقى عدى على دول. قال حد كافر كان ابلغه. ما فيش حد كافر، هو الكفار على مر العصور موجودين، بس مشرك بالله يعني، مش لا 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 لا، ما فيش مجتمع كامل. دي مملكة كاملة في سبق، مملكة كاملة في سبق. مش لكن بس كان سيدنا موسى اما طلع مع العبد الصالح قال لك كان ابواه مؤمنين. ما هو في 2 مؤمنين اهو، ما رسولهمش سيدنا موسى اصلا. مش هو قال اما ذبح الغلام قال له كان ابواه مؤمنين؟ صحيح. فخشينا ان يرهقهما ربهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. صحيح. تبديل الزكاة والرحمة مش في طفل تاني، لا، هو لو قعد دول ممكن يكفروا، يبقى فتنة ليهم، يبقى يصبروا على حزنهم وهم مؤمنين، ما هيحتسبوا. تمام، خلاص خلصت. نيجي عند القرية اللي جنبها كلها كفار، ما اكلهمش ما شربهمش، دول كفار برضه، قرية كافرة، ومع ذلك فيها جدار اقاموا. ليه؟ عشان الولدين ابوهما كان صالحا. خلاص يبقى في مسلمين تاني اهو عند مش ما فيش سيدنا موسى، بس ابوهم كان، بس اليتيمين فين؟ في المدينة. اليتيمين في القاهرة واهلهم مثلا في المحل مثلا، او قرية يعني من قرى مصر، او في المنوفية. حلو الكلام. ففي فدانين هو ابوهم ساب لهم ومات ابوهم مثلا يعني، فهم العيال في المدينة بس الفدانين والكنز تحت في المنوفية. فهو الراجل راح ما حدش اكله، بس الراجل الله يرحمه كان ايه؟ كان صالح. يبقى معنى كده القرية كلها مش مجتمعة على الكفر يعني، فيها بس لا، القرية دي كفار، احنا خلاص ما حدش اكلهم خالص، بس فيها مؤمنين برضه. ما فيش مؤمن يا ستي، هو راجل مات بقى، هو ده ورثه بس ارضه في قرية كفار، فهمتي حاجة؟ بس وولاده بقى في المدينة هناك بقى في رعاية حد تاني الله اعلم يعني. خلاص انا المقصود ايه؟ ان سيدنا موسى لما نزل بنفسه وراح قابل العبد الصالح كان في ناس مؤمنين في كل حته. انا قصدي اقول يعني ما كانتش رساله موسى هي رساله الايمان الاولى، لا. ده في مؤمنين وفي عبد كان مش اصل هم بيقول لك القصه بيحصروها ان هذا العبد الصالح هو اعلم من موسى، وموسى ذهب ليتعلم. طب انا هتعلم ايه؟ معلش يعني، رحت ركبت المركب وخرقه، ورحت قتلت الغلام، ورحت بنيت البيت، ضعف عندك جدار. قالوا لو اردت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق. ما لحقش يتكلم، انا ما سالوش، بيقولوا لو شئت لك، ما قالوش حاجه اصلا. لا زي برافو عليك كده. والله ما قال له حاجه. ما هو ده حصل فعلا، ما هو الغريبه حضرتك هو ده اللي حصل فعلا. يعني موسى في اللقطه دي ما سالش، هو بيقولوا احنا ما اكلناش وما شربناش. خلي بالك سيدنا موسى من البدايه كان في اكل، اتينا غداءنا يعني. هو الراجل السفر ده كان تعب ليه، ما اكلش برضه يعني. انت هو راجل عمال يلف، ما هو استطعم اول ما دخلوا القريه استطعم اهلها. هو حضرتك هو مش هو ركب مع العبد الصالح، اول ما ركب بحر،
خلاص هو احنا لو افترضنا كما شائع ان سيدنا موسى دلوقتي تايه او في فتره التيه مع قومه في سيناء، وبعدين حصل اللي حصل لغرض الهي قدرا، يروح يشوف العبد الصالح. الحديث النبوي وده صححه بعض الناس، قالوا ان موسى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان موسى في يوم حد من بني اسرائيل ساله انت مين اعلم اهل الارض؟ قال لهم انا اعلم اهل الارض. او هل يوجد من هو اعلم منك؟ قال لا. يعني حاجه شبيهه بكده. فربنا اداله الامر. انت لازم تفهمي ان واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. هو دايما في مشاهد بيقطع عليكي شط والترتيب مش هقولهولك عشان الذكر ده ما يتحرفش. القرآن اختلافه ما يبقاش سردي ورا بعضه كده، ما يبقاش مترتب. زي التوراة مثلا مش سردية، مش مترقم، متنجم، نجوم، نهايات، آيات. عامل شبه الخوارزميات كده، لازم تفكوا. مش تفكوا، انت تربطوا بقى. هو مفكوك. هو مفكوك اصلا. بس يعني يعني حضرتك هو فجأة في سورة الكهف، هو بعد ما حكينا اهل اصحاب الكهف، وبعد كده صاحب الجنة، وبعد كده سيدنا موسى اذ قال موسى لفتاه. حضرتك ممكن تسيبي بس ده لحظة واحدة. ماشي. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، يبقى انا رايح لهدف. الهدف ده ان طب موسى هيقول لك راح يتعلم، مش هو قعد معاه قال له على ان تعلمني مما علمت. صحيح. طب انت اتعلمت ايه في الاخر؟ سؤال بقى، ايه الدرس المستفاد؟ هتلاقي نفسك حضرتك سكت. انت بقى عمال تفسر في ايه؟ ان العبد الصالح ده الخضر، والعبد الصالح ده عايش 2000 سنة قبل موسى، وعايش 2000 سنة بعد، وهو عايش لحد النهاردة. وناس تقول لك حبيبي انت ده عبد صالح كويس وما صبرش خالص، بيقول له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك دلوقتي حالا. خلاص. انت بقى حضرتك مين؟ يعني انا مش مهم انت مين، انا استفدت ايه؟ طب موسى اتعلم ايه؟ ان هو اللي هو ما يجادلش مع كثير المجادله مع الله، فاللي هو ده اللي احنا خلصنا له. انا بسأل حضرتك، لا ده اللي انا عايز اوصل له.